إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، عليكم بجماعة المسلمين، تمسكوا بها، فإنه من شذ عنهم شذ في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وتقوى الله على الحقيقة أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فمن قام بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتنب ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو المتقي لله. وعباد الله متفاوتون في التقوى كتفاوتهم في الإقبال على أوامر الله وانصرافهم عن نواهيه. فكلما كان العبد أطوع لله ولرسوله كان أتقى لله جل وعلا. ومن ضيع نصيبا له من طاعة الله وطاعة رسوله فقد ضيع نصيبا له من التقوى. عباد الله، يقول ربنا جل وعلا: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. هذه الآية وإن كانت نزلت بخصوصها في المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما قرر ذلك علماء التفسير. فهذا إخبار من الله جل وعلا أن هذه الدنيا وأن هذه الدار هي دار الفتنة والبلاء، فعلى العبد أن يعد لهذه الفتنة إيمانا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، يجابه به كل فتنة وينصرف به عن كل بلية، وذلك بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فداركم هذه دار الدنيا هي دار الفتن ودار المصائب ودار البلايا. فعليكم يا عباد الله أن تكونوا كما أراد ربكم جل وعلا، أن تتوبوا إلى الله، وأن تتذكروا، وأن ترجعوا إلى الله جل وعلا من قريب. واعلموا رحمكم الله أنه ما أجري عليكم فتنة ولا بلية ولا مصيبة في هذه الدنيا إلا بسبب ما كسبت أيديكم، وإلا فإن الله لا يظلم عباده. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله جل وعلا:
لخير القرون لما أصابهم ما أصابهم في غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم. فكل ما جرى علينا في هذه الدنيا من المصائب والفتن في ديننا وفي أموالنا وفي أولادنا وفي اجتماعنا وفي غير ذلك مما نحب، فإنما جرى علينا بسبب معاصينا. وأنتم يا عباد الله ترون المعاصي والمخالفات قد انتشرت في مجتمعنا انتشاراً عظيما من غير نكير. يجتمع الناس في مكان واحد وتفعل بينهم المنكرات وكأن شيئاً لم يحدث، فليس هناك مغير وليس هناك ناه وليس هناك آمر، كل واحد يقول علي نفسي، وهذا خطأ عظيم. لا بد لنا يا عباد الله من التواصي بالحق والصبر عليه، لا بد لنا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كنا نريد أن يبقي الله جل وعلا لنا ما نحن فيه من نعمة واجتماع ورغد عيش. فإن الله جل وعلا يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. ومن أعظم ما يشكر الله جل وعلا به التواصي بالحق فيما بين المسلمين، فإن ذلك من أسباب بقاء النعم ودوامها وزيادتها ووفرتها. أما إذا تخلى كل واحد منا عما أوجبه الله جل وعلا عليه فإنها تحل الكوارث والبلايا العامة التي تصيب البر والفاجر. عباد الله، وإن مما أجري علينا في هذه الأزمنة المتأخرة من البلايا والفتن فتنة الخوارج الذين يسمون بداعش، فتنة عمت وطمت وحصل للمسلمين بها في مشارق الأرض ومغاربها من الويلات والنكبات والحسرات شيء قد علمه القاصي والداني. فهذا الأمر يا عباد الله إنما حدث بما كسبت أيدينا، إنما حدث بسبب تخلينا عما أمرنا به وابتعادنا عن منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن مما يتعلق بهذه الفتنة من المصائب والبلايا والمعاصي التي طمت وعمت معاصٍ كثيرة لا نستطيع أن نأتي عليها في هذا المقام، ولكن نذكر أمرين قد تساهل فيهما الناس، وهما سببان رئيسيان لوجود هذه الفئة الباغية الضالة الخارجة عن دين الله. أول ذلك يا عباد الله مصيبة عظيمة وذنب من كبائر الذنوب، كلنا يعلم أنه ذنب، ولكن تساهلنا فيه وانتشر في مجالسنا، ألا وهو الغيبة. الغيبة يا عباد الله إنها ذنب عظيم. ما علاقة الغيبة بوجود هذه الطائفة الضالة؟ الغيبة أنواع، وأعظم الغيبة إثماً ما كان له عظيم أثر في الأمة، وأعظم الغيبة أثراً في الأمة ما يتعلق بغيبة العلماء وتنقص العلماء وهتك العلماء وذم العلماء والدخول في نيات أهل العلم ووصفهم
بأنهم بغال السلطان، وأنهم لا يفتون إلا بما يريد الحاكم، وأنهم يراعون مصالحهم الشخصية. كل ذلك يقال في علمائنا وأكثر منه، يقال في مجالسنا وفي حضرة وافرة منا عشرات الرجال في المجلس الواحد يتنقص العلماء بينهم من غير نكير ومن غير مغير ومن غير رادع لهذا المغتاب، بل كل واحد يود أنه أكثر الناس كلاما وطعنا وغيبة للعلماء. وفي مجالسنا صغار السن، وفي مجالسنا الجهال، وفي مجالسنا متدين بالعاطفة ليس عنه هدى ولا نور، وفي مجالسنا الحاقد الذي يريد أن يغير على هذا المجتمع ما هو فيه، فيخرجون من هذا المجلس وقد امتلأت قلوبهم حنقا وغيظا وبغضا وكرها لعلمائهم ولولاة أمرهم، فيتلقفون وسائل التواصل ويدخلون على المواقع المشبوهة فتكمل الناقص وتفصل في هذه الأمور تفصيلا يجعل هذا الغر الصغير حاقدا على هذا المجتمع، يرى أنه مجتمع لا خير فيه، لا في علمائه ولا في حكامه ولا في عامة شعبه، فيريد أن يفتك بهذا المجتمع، يريد أن ينتقم من مجتمع يرى أنه أكفر المجتمعات وأنه مجتمع منافقين، فيدخل إلى المساجد وقد لبس هذه الأحزمة الناشفة، يدخل بين المصلين سواء كانوا من عامة الناس أو من رجال الأمن، فيقتل المصلين في بيوت الله جل وعلا، ويتواصون فيما بينهم بقتل قراباتهم، فمنهم من قتل أباه، ومنهم من قتل خاله، ومنهم من قال كما سمعتم وشاهدتم الأقربون أولى بالمعروف، ويريد بذلك أن كل واحد انتمى إلى هذه الفرقة عليه أن يفتك بقرابته. فبهذه البلية الوقيعة في العلماء والأمراء حصل على المسلمين ما حصل مع ذنوب كثيرة، ولذلك يقول العلماء رحمهم الله: الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، ولكنه يكبر إثمها بكبير أثرها في المجتمع، وأعظم الغيبة أثراً في المجتمع غيبة العلماء والأمراء، وذلك يا عباد الله واسمعوا، وذلك لأن الناس إذا وقعوا في العلماء زهدوا في شريعة الله، لأنهم قد تنقصوا حملة الشريعة، فحصل عندهم زهد في هذه الشريعة، فحصل فساد للدين. وإذا وقع الناس في الحكام حصل عندهم زهد وإعراض عن أنظمتهم وتنظيماتهم التي جعلوها من أجل صلاح دنيا الناس، فيحصل فساد الدنيا. فاعلموا يا عباد الله علما يقينا أن الوقوع في العلماء والأمراء يحصل به فساد الدنيا
والدين معا. فالحذر الحذر يا عباد الله. ما الذي أباح لكم لحوم علمائكم؟ من الذي أباح لكم لحوم ولاتكم؟ من رأى شيئا يكرهه فعليه بالصبر، وعليه أن يأتي الأمور والبيوت من أبوابها، وعليه أن يناصح وأن يسعى في النصح، لا أن يقع في العلماء والأمراء بالغيبة والبهتان والتنقص، فإن ذلك سبب لجر الويلات على المجتمعات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، رسول أرسله الله رحمة للعالمين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. نشهد أنه ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا زائغ ضال، فجزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته، وصلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا يا عباد الله أن من الذنوب والمخالفات والمعاصي التي وقعنا فيها ولها ارتباط عظيم بما حل بنا من هذه الفرقة المارقة الضالة دخول الجماعات الوافدة على هذا المجتمع. فهذا المجتمع يا عباد الله من بعد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مجتمع على الكتاب والسنة، ليس لهم طرق صوفية، وليس لهم تنظيمات محدثة، وليس لهم قرارات يتخذونها فيما يتعلق في تحجيم الدين، وإنما هم مجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقبلون إلا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله، ودائما يسأل عامتهم وخاصتهم عن الدليل، لأنهم عباد لله، ليسوا عبادا للأهواء، وليسوا عبادا للحزبيات، وليسوا أتباعا لرؤوس ملمعة، وإنما يريدون مرضاة الله، يريدون دين الله الحق. فبقي هذا المجتمع على الكتاب والسنة حتى دخلت علينا بعض الجماعات باسم الدين وباسم الدعوة وباسم إرجاع الناس لما كان عليه السلف الصالح، وهي دعاوى فارغة، إنما هي جماعات حزبية سياسية غلفت بغلاف الإسلام والدين لكي تروج على المجتمع. ومن هذه الجماعات جماعة الإخوان المسلمين التي أسست في مصر وأوجدت بعد العدم
وكانت على منهج الخوارج فيما يتعلق في عقيدتهم وفي سلوكهم، يكفرون الناس ويوقعون الفرقة بين الحاكم والمحكوم، ويهيجون الشعوب على حكامها، وكلما حلوا في بلد من بلاد المسلمين أحدثوا فيه من الشقاق والفرقة والخلاف شيء لا يخفى على الجميع. فما الذي حدث في مصر؟ حمى الله مصرا وحفظها بسبب الإخوان المسلمين من القتل والتفجير وسفك الدماء إلى غير ذلك باسم إنكار المنكر. وما الذي حدث في الشام؟ وما الذي حدث في الجزائر؟ وما الذي حدث في السودان؟ وما الذي حدث عندنا هنا لما تغلغل هذا الحزب في مجتمعنا من التكفير والتفجير والفرقة واتهام العلماء والحكام؟ فهو حزب سياسي، وإن سمي بحزب الإخوان المسلمين فإنه حزب سياسي يريد الوصول إلى الكراسي باسم الإسلام وباسم الدين. فالحذر الحذر يا عباد الله. وهناك جماعة الدراويش، جماعة أخرى يربون أتباعهم على العاطفة ويغرونهم بأنهم دعاة وهم جهال لا يحسنون أصول الدين، ومن التحق بهم أمروه بالخروج إلى خارج هذه البلاد من بلاد الهند والسند وغيرها. وهذه الجماعة هي ما يسمى بجماعة التبليغ، جماعة الأحباب التي تسمى جماعة الدعوة، دعوة لمحمد الياس الكندهلوي، ليست دعوة للتوحيد، وليست دعوة على كتاب الله وليست على سنة رسوله، وإن أظهر بعض أفرادها ذلك. ولولا أن أهل العلم تكلموا فيها لدرجت على أكثر الناس، ولكن أهل العلم تكلموا وحذروا عندما علموا أهداف هذه الجماعة، وعندما علموا منهج هذه الجماعة وطريقتها التي تدعو إليها. فإن مفتي الديار السعودية في وقته الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله سئل عن جماعة أو جمعية التبليغ والدعوة، فطلب إحضار كتبهم قبل أن يصدر الفتوى فيهم، فأحضرت له الكتب، فلما اطلع عليها أفتى بفتوى موجودة في فتاوى الشيخ في المجلد الأول. قال: هذه جمعية تدعو إلى الشرك وعبادة القبور. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في العقيدة، فلا يجوز الخروج معهم إلا لطالب علم لكي يدعوهم ويبصرهم. والشيخ صالح الفوزان حفظه الله لما سئل عنهم قال: أخرج معهم يا شيخ؟ قال: إن كنت زاهدا في التوحيد والعلم فاخرج معهم. فيا عباد الله، يا عباد الله، احذروا البدع، واحذروا المحدثات، واحذروا الحزبيات، واحذروا الجماعات التي تريد أن تفرق مجتمعكم. فإن الأحزاب والتنظيمات والجماعات إذا دخلت في مجتمع أفسدت وفرقت وجعلت أهله أعداء، كل حزب بما لديه الفرحون، كل حزب يدعو لمنهجه ولحزبيته ويعادي الحزب الآخر، وإن كانوا كلهم في الظاهر من أهل الإسلام. فالحذر الحذر يا عباد الله، عليكم
بكتاب الله وسنة رسوله. واعلموا أن هذه الحزبيات وهذه الفرق قد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فقال: والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقال الصحابة رضي الله عنهم: من هي يا رسول الله؟ يسألون عن الفرقة الناجية. قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي اليوم. من كان على ما أنا عليه وأصحابي اليوم. فنحن ندعوكم يا عباد الله أن تكونوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه، وكفى بمنهج النبي غنية عن منهج غيره من الحزبيات المحدثة. ثم اعلموا أن من أفضل أعمالكم وأزكاها كثرة صلاتكم وسلامكم على من أرسله الله رحمة لكم، وخصوصا في مثل هذا اليوم، يوم الجمعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، وارض اللهم عن جميع أصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك ومنك يا رحمن يا رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا التمسك بسنة نبيك، واجعلنا من أتباعه باطنا وظاهرا. اللهم اجعله قدوة لنا، واكفنا شر المحدثات والبدع، وأجرنا من الضلالات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك، واجعلنا عبيدا لك وحدك لا شريك لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها منقلبنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.